السلام عليكم. تعالوا بقى اقول لكم على طريقة لتقديم الجيلي والكريم كراميل بشكل حلو واحترافي وشكلها بجد يفتح النفس. علشان اعمل بقى تورتة الجيلي والكريم كراميل اللي انا هعملها دي، محتاجة باكو جيلي اي نكهة بتفضليها. هدوبه في نص كوباية من المية المغلية، وهنزل عليه بكوباية من المية المتلجة. هقلب الجيلي كويس جدا لحد ما يدوب. وبعد كده معايا قالب الكيك، هرص فيه بسكوت سادة، اي بسكوت شاي بتفضليه، يفضل يكون الشكل المدور عشان يديني الشكل في النهاية اللي انا محتاجاه. هرص البسكوت زي ما احنا شايفينه كده في قالب الكيك، وهنزل عليه بالجيلي اللي انا دوبته. كده خلاص خلصنا اول طبقة، هندخلها التلاجة لحد ما تجمد والجيلي يمسك نفسه. وابتدي بقى اعمل في الطبقة التانية. الطبقة التانية عبارة عن كريم كراميل. معايا باكو من الكريم الكراميل، ومعايا كوبايتين من اللبن. هقلب الباكو الكراميل اللي في اللبن وارفعهم على النار لحد ما يغلوا ويتماسكوا. وبعدين هسيبهم يهدوا حاجة بسيطة جدا، وهنزلهم على الطبقة الأولى، طبقة البسكوت والجيلي، واسيبهم في التلاجة يتماسكوا على ما اعمل طبقة الجيلي التالتة والأخيرة. وهي هدوب باكو جيلي في نص كوباية مية مغلية، واضيف عليه كوباية مية متلجة. طبعا زي ما قلنا اي نكهة تفضليها، لكن يفضل نكهات مختلفة عشان تديني ألوان مختلفة والنتيجة تكون حلوة. ده انا استخدمت هنا فواكه مشكلة، واول حاجة كان ليمون. وهنا بقى بعد ما داب كويس نزلت بيه على الكريم كراميل زي ما احنا شايفين. تناسق بقى الالوان مش عاوزه اقول لكم. دخلناها التلاجة تماسكت هي كمان. وبعدين قلبنا قلب الكيك زي ما احنا شايفين كده. ادينا بقى الشكل الخرافي اللي انتوا شايفينه ده. تورتة جيلي وكريم كراميل مع بسكوت، طعمها حكاية، شكلها حلو جدا، تنفع في اعياد الميلاد قوي. شكلها بجد حلو. واتمنى لو عجبتكم ما تنسوناش باللايك والشير، سبسكرايب للقناة، واستناكم في فيديو جاي على خير. سلام.